السلام عليكم يا بنات، واش راكم البنات؟ واش راكم خياتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بألف صحة وعافية. البنات مازلنا مع تحضيرات رمضان 2024 ان شاء الله. واليوم جيت نشارك معكم قود ديالي من لحوم لشهر رمضان اللي كتب ربي سبحانه. بطبيعة الحال كل حاجة راح نمدها لكم مع السعر الحالي، يعني شحال شريت كل حاجة. ونقطة ثانية راح نمدها لكم اللي هي طريقتي في كيفاش نقطع الدجاج ديالي، كيفاش نقطع اللحوم، كيفاش كيما حنا نقولوا كل مرسو فاش نديرو، كيفاش نستهلك. يعني راح نمد لكم العديد والعديد من النصائح اللي راح يفيدوكم بزاف 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 ان شاء الله لك كتب ربي. ونقول لكم تابعوا كامل الفيديو تاعنا حتى الاخير. ولاول مره يشوف قناه نقول لكم ما تنسوناش اشتراك وجيم وكومنتير، ويلا نبداو مع بعضياتنا. والبنات نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شوفوا البنات، انا ما نكذبش عليكم، نبغي كل واحد يشير حسب مقدوره وميزانيته. انا صراحه هنا البنات راني دايره درت ميزانيه محدده، يعني تاع قضيه رمضان من لحوم قيمه تاعها 500 الف. يعني ما نكذبش عليكم، ما نقدش نحط اكثر من 500 الف. إبا شريت 4 دجاجات، الكيلو تاع الدجاج راه 55 الف للكيلو. صحيح الشيرات هذه هي. يعني باش نكون صريحه معكم، باش نقول لكم نشري هاك ونشري هاك. العام اللي فات صح شريت لي كويس تاع الدندوكه، بصح هاد العام ما قديتش نشري صراحه. درت ميزانيه محدده، شريت على حسابي اللحوم بقيمة تاع كيما راكم تشوفوا تاع 500 ألف. شريت ربع دجاجات. شوفوا ما شاء الله الحجم تاعهم يعني وافيين، ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. هنايا البنات واش راح ندير؟ راح نحكم الدجاج تاعي، نقيه، نشوطو الاولى ونغسلو في الماء والملح والخل الله الله وكامل، ونقطعوه مع بعضياتنا. يعني راح نمد لكم جميع المراحل ان شاء الله. والبنات تاني عندي ملاحظه واحده اخرى، كي تبغي تشري كبده، تبغي تشري مثلا اسكالوب، ولا تقدر تنحي من الميزانيه اليوميه ديالك، يعني 30 الف كبده تاع الدجاج وزيدي تخلطيها مع الصدر تاعك، يعني راح يوفالك ويسكالك. انا فقط ان شاء الله ان شاء الله نجرب نديكم افكار هكا اقتصاديه، باش كيما احنا نقولوا كل واحد يتمشى على حسابه. هذه هي الشيرات. ويلا نبداو مع بعضياتنا، نروحوا ننقوا الدجاج تاعنا ونغسلوه ونولوا مع بعض نمد لكم هكا تدابير وافكار كيفاش تتصرفي في الدجاج تاعك، يعني خصوصا كي يكون على حساب مقدورك وميزانيتك، يعني كميه تكون عندك محدوده. هذه هي الشيرات. يلا نبداو مع بعضياتنا، نروحوا نشوطوا ونقوا الدجاج ديالنا. البنات شوفوا هنايا شوطت 3 دجاجات كيما راكم تشوفوا. شوفوا ما شاء الله، يعني شوطتهم مليح مليح. شوطوهم، والدجاجه الرابعه راني نشوط فيها، نشوطهم مليح مليح في الجناحتين كيما راكم تشوفوا. يعني كل حاجه راح نوريها لكم في الفيديو تاعنا. دوكا البنات واش راح ندير؟ راح نحكم الدجاجه ديالي، نغسلها، نقطعها عفوا الى قطع وكامل. ودائما البنات ننصحكم نصيحه، كي ما يكونش عندك موس حافي ننصحك تقطعي بهدايا تاع المنشار. يعني انا هذا تاع المنشار مخليه تاع سبيسيالمون للدجاج، باش نكون زعما نعطيكم نيشان. ما نقطعش به الخبز ولا لا، هذا مخليه تاع سبيسيالمون للدجاج. هكاك لاخاطش ما عنديش موس حافي اللي نقدر نقطع به الدجاج تاعي. وفي نفس الوقت راني موجده الماء والملح ديالي والخل كيما راكم تشوفوا معايا، راني موجداته هكايا البنات، باش كي نكمل نقي كامل الدجاج باش نغسله. هذه نصيحتي ليكم البنات. مشي تغسلي عفوا تقطعي الدجاج تاعك وتقيسيه في الماء، هكاك راح يتنفخ لك. اش راح ديري كي تكملي تقطعيه كامل عاده باش تشليه وتغسليه. سي بون. دوك نكمل لكم نوريكم كامل المراحل. والبنات شوفوا هنايا بعد ما قطعتو كيما راكم تشوفوا، يعني شوطت كامل الدجاج تاعي قطعتو. دوكا راح البنات عاده هنايا في هذه المرحله كيما فهمتكم باش تغسلوه في الماء والملح والخل. صاي الشيرات هذه هي. شوفوا ما شاء الله السطوره تاعي، كاين اللي قطعتهم على 2، كاين اللي خليتهم على حالهم. يعني كل مرسول راح نقول لكم واش راح ان شاء الله لك كتب ربي، يعني الوش تخليه وكيفاش تقسمي الدجاج تاعك. يعني راح نعطيك جميع ان شاء الله النصائح. هنا الشيرات شوفوا راني نغسل فيه في الماء والملح والخل فين، وبعد كينا حكمته ودرتو كيما راكم تشوفوا في السنيوات ديالي. هنايا درت الصدوره كامل، هنايا درت جناحتين كيما راكم تشوفوا الظهر. وهنايا كيما راكم تشوفوا درت الافخاذ، يعني افخاذ جاوني 8 افخاذ من الثمانية تاع جناحتين. وجاوني صدوره، يعني كاين اللي قطعتهم على 2، كاين اللي خليتهم على حالهم. والظهر جاوني 4.
وهنايا البنات بعد ما غسلتهم ونقيتهم وكاع، مثلا الفخذ نحكم هكا فخذ كومبلي كيما راكم تشوفوا التحتاني مع الفوقاني، نحكمو كومبلي ونديرو في الكيس تاعي تاع التجميد، يعني تمشى باكياس التجميد. الجناحتين ندير 2 ولا 3 مع بعض. الصدر تاع الدجاج ندير كل واحد في ساشيته، سي بون. ولا الظهر ندير كل 2 مع بعض، سي بون. الشيرات هذه هي، يعني اكياس التجميد لازم حاجه ضروريه. هذا مكان. وكل كيس زعما كيما حنا نقولوا فخوده كاع، ديري كل كيس وحده، ومن بعد كاين ديرهم في كيس كبير وكتبي فيه فخد، ولا ديريهم في بواطه كبيره كتبي فيها فخوده، وديري بواطه كبيره وكتبي فيها صدر، سي بون. هنا يروح بنات نروحوا للصدر. هنا كاين اللي خليتهم على حالهم كيما راكم تشوفوا معايا، صاي. يعني خليت 2 مورسو خليتهم هكا كبار. تبغي ديرهم دي تروش تاع اسكالوب، تبغي ديريهم شاورما الا كنتو زعما جوك ضياف، ولا تبغي ديري هكاك على حالها محمر مع الفخوده ديالك، سي بون. دوكا انا كيفاش نستهلكه وكيفاش نستخدم الفخذ ديالي، عفوا الصدر ديالي. انا الصدر البنات هكايا كي ندير مثلا المملحات، ندير البوراك، يعني ما غاديش ديري واحد كومبلي، ديري مملحات ولا ما ديريش واحد كامل، يعني ديريش واحد كومبلي باينه هذه. يا ديري مثلا ريكيش، ديري مثلا افخاذ الدجاج كذابه، تاني الا درتي كغاتان ما غاديش ديري وما تحتاجيش واحد كبير بزاف. تاني في الكغاتان تقدري ديري جناحتين. البنات الا كنتو عائله لاباس بها وتبغي ديري الدجاج محمر، ديري هكا واحد فخذ وواحد جناح، زوج جناحتين واسمو الصدر. الصدر يبقى لك تقدري البنات ديريه تدوي وديري غدوه من داك كراتان، ديري طاجين جبن. يعني البنات على بها دائما ننصحكم هكا تخلوا هذا كومبلي، تبغوا ديروه للشاورما ولا للطاكوس. والاخرين هذوك اللي راهم اربع تاع الصدر تاع الدجاج، كي راح واش راح ديريه تقدري ديريه تاني مثلا مثلثات هذوك اللي يجوا بالطاكوس، بالخبز تاع الطاكوس. هذه هي الشيلات. بالنسبه انا دائما البنات الجناحتين نخليتهم انا سبيسيالمون للكراتان صراحة. يعني نحكم كل 3 جناحتين نخبيهم على جهة وحدهم. كي ندير كراتا نديرهم نغليهم في الماء والملح والبصل، يعني نطيبهم مرقة بيضاء، ونديرهم في الكراتان ديالي مع البطاطا وكامل. الا تكون باقيت لي مثلا نهار من قبل باقي لي شويه كفته ولا تاني نقدر نزيدها في الكراتان تاعي. اما بالنسبه كيما راكم تشوفوا الظهر تقدري ديريه في الحريره، يعني حنا نديرها انا غير باش نبنن صراحه. هذه هي الشيرات. والفخاد كيما تعرفوا دائما نستخدموا الفخاد للوبيا، للزيتون، مثلا جوك الضياف. هذه هي الشيرات. البنات تاني ننصحكم البنات كي تكون عائله ديروا يعني نوعوا، ديري فخاد، ديري صدر، ديري جناحتين، وربي ان شاء الله كامل كامل يبارك لنا في رزقنا. ونقول لكم البنات هذه هي المهم، نتمشاو بجدول الاكل اللي على حساب القديان تاعنا من خضر، على حساب القديان من اللحوم. والبنات كي تبقى الماكله ديروها تدوير، ديروها في الكونجيلاتور هنا ما يكونش عندك جبديها. مهم ما نقيسوش الماكله ديالنا. البنات هذا هو الفيديو ديالنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون فاتكم ويكون نال اعجابكم. مهم شاركت معكم هكا افكار باش تستفادوا، خصوصا كي تكوني تمشي على حسب ميزانيتك. في حاله ما نهار تشهيتي كبده تاع الدجاج، صبتي مثلا بغيتي تشري فيليت صول، ولا تقدري تشري من الميزانيه اليوميه ديالك. ثاني نقولوا بغيتي المركز، ولا تقدري تشري 30,000 40,000 في النهار تاعك وطيبيه لهم. صايبون شيرات هذه هي. البنات عندي نصيحه مهمه لكم، كي تبغي ديري الصدر تاع الدجاج تطحنيه، تبغي ديري الكفته زكيه، ديري لا البيض، بياض البيض، لا شابلوغ، ديري فيه البصل والمعدنوس ولي زيبيس وكاع، راح يخرج لك روعه. هذا هو فيديو تاعنا. ما تنساوناش بجاب وكومونت، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. سلام.